واش العشران كي دايرين؟ صافا عليكم؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. معكم عماد حسناوي، واللي اول مره كيشوف هذا الفيديو هذا يهبط دابا يتابونا وياكتيفي داك السلسله باش يوصلوه ديما الجديد ديالي. المهم الخوت، في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشرح لكم بزاف ديال الحوايج، وغادي نعطيكم بزاف ديال الحوايج اللي غادي تستافدوا منهم، هما انكم كيفاش تطلعوا فورما. يعني بزاف ديال الدراري وبزاف ديال البنات تالفين ما عارفينش منين يبداو، باغي يبداو لاصال ما عندهمش بروغرام، تيدخلوا لاصال ما عندهمش بروغرام ديال التغذيه، دونك هادشي كامل ما عندهمش. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم بزاف ديال الحوايج اللي انكم غادي تستافدوا منهم، وان شاء الله بغيتكم تتبعوا معايا هذا الفيديو من الاول ديالو حتى الاخر وما تزهقوا حتى شي حاجه. وقبل من هذا الشيء كامل بغيت جوج حوايج يكونوا معاكم، كتاب وستيلو باش تقيدوا فيه هذا الشيء اللي ان شاء الله غادي يبقى معاكم وما غادي تبقاو تلفوا في حتى شي حاجه. وهذا البروغرام هذا تقدروا تمشيو عليه حتى 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور او 6 شهور، وان شاء الله غادي يفيدكم بزاف 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 بزاف. المهم غادي نبداو بالناس اللي كتقول لك انا تنتريني وما عارفاش شنو ناكل، اولا انا تنتريني وما عنديش بروغرام. وقبل ما نبدا الوجبه ديالي ديال الفطور كيف ما كتشوفوها هي فطرت ب5 ديال البيضات، بنانه وكاس ديال الحليب، درتهم عصير. علاش درتهم عصير؟ لحقاش بغيت نبدل شويه داك النمط اللي كنت كندير تنفطر به ديما مسلوق او مقلي. بعض المرات تتخمل الحاجه بكثر ما كتبقى تاكلها. بالنسبه للناس اللي تيبغيو يفطروا والبيض طلع لهم في الراس مسلوق ولا مقلي، راه تقدروه ديروا عصير كيف ما شفتوا انا، راه عصرته وراه المذاق ديالو ما تيجي لا زهيم ما حتى شي حاجه، بالعكس بحال اللي كتشرب شي عصير. المذاق ديال البيض ما تيبقاش مع داك البنان وداك الحليب. المهم هذه هي الوجبه باش فطرت، وتنتمنى انكم تجربوها وراه غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. راه حيت الصفر، الدراري اللي غادي يدخلوا لي كومونتير يسولوني، راه داك البيض كله بيض ما كاين حتى شي صفر، وبنانه وكاس ديال الحليب كبير بلا سكر. الخوت حاولوا تيفيتيو السكر. المهم نبداو الفيديو، غادي نبداو على البروغرام ديال التدريب، لا بالنسبه للدراري لا بالنسبه للبنات. غادي تشوفوا شحال عندكم من حصه في السيمانه. مثلا انت كتريني 4 الحصص في السيمانه اولا كتريني 5 الحصص في السيمانه، كيفاش غادي تقاد هذا الجدول ديال التدريب؟ نعطيكم كمثال. مثلا نهار الاثنين غادي تحاولوا ديروا الصدر. المهم حاولوا تقيدوا معايا هادشي في ورقه باش يبقى عندكم كيف ما قلت لكم. نهار الاثنين غادي تحاولوا ديروا الصدر والذراع. الذراع يعني شنو؟ غتحاولوا ديروا بيسبس اولا تريسبس. مثلا غادي نديروا بيسبس البرا، غنديروا الصدر بيسبس. تحاولوا تخدموا واحد 4 اولا 5 تمارين ديال الصدر، ومين تساليوهم غادي تدوزوا تخدموا 3 ديال التمارين ديال البيسبس. ها هي الحصه الاولى بروغرام ديالها. غادي ندوزو الحصه الثانيه. مثلا انا دابا تنهضر لكم على الناس اللي عندهم 4 الحصص في السيمانه. الحصه الثانيه غادي يكون فيها الظهر حتى هو كذلك. غادي تحاولوا تختاروا 5 ديال التمارين ديال الظهر لان غادي تكون زويونه، وغادي تزيدوا عليها 3 ديال التمارين ديال التريسبس، حتى تساليو الظهر وضربوا 3 ديال التمارين ديال التريسبس. ها هي الحصه الثانيه ديال الظهر والتريسبس. دونك غادي يبقى لنا نهار ديال الراحه اللي هو الاربع، وغادي نجيو نترينو عاوتاني نهار الخميس. الخميس شنو اللي غادي يكون فيه؟ غادي يكونوا فيه الكتاف الدراري. كذلك حاولوا الكتاف ديما ملي تبغيو ترينيو الكتاف، الناس اللي كتعاني من المشاكل ديال الكتاف كيضروها اولا الحريق اولا داك الترطيق ملي كتكونوا كتخدموا، النصيحه اللي غادي نعطيكم هي انكم حاولوا تبقاو تسخنوا يشوفوا مزيان الكتاف ديالكم بحال هكا مزيان، ولا خذوا شي باره وطلقوا بها هكا. تقدروا تخدموا حتى بلي زالتير بحال هكا وازو، غير بلي زالتيرات الخفاف. المهم ملي غادي ديروا 5 ديال التمارين ديال الكتاف غادي دوزوا تقيسوا معاهم وعاوتاني واحد شويه ديال البرا البيسبس. وغادي تبقى لنا الحصه الاخرى هي ديال الرجلين سكواد. سمعوني مزيان الخوت، حاولوا بما امكن انكم ترينيو الحصه ديال الرجلين. انا كنعرف الناس اللي كتحاول ما تبقاش انت تجي نهار الرجلين ما كتخدمهمش، كتخدم ستار ولا هذه كتعاودوا. الدراري راه الرجلين هما الساس. دونك الا كنتي كتخدم الرجلين ديالك راه الفوق راه تيكبر. باش كيكبر بديك الخدمه اللي انك كتبقى تخدم الرجلين. علاش الرجلين شنو كيديروا؟ كيطلعوا التستوستيرون لوكور. المهم حاولوا ضروري ما امكن انكم تخدموا سكواد. ومنين تخدموا سكواد حاولوا تقيسوا معاهم لي مولي. دونك ها هما بروغرام ديال 4 الحصص في السيمانه
كامل. انا دابا غادي نهضر مع الناس اللي عندهم 5 ديال الحصص كيفاش انهم غادي يقدوا هذا البروغرام ديال 5 د الحصص. هو انك غادي تحاول دير عضله في النهار، بحال مثلا عندك 2 3 4 5 جمعه، اوكي 2 غادي دير فيها بيكتور صدر، 3 غادي دير فيها الدورسو، الاربع غادي تجمع فيها البرا بيسبس وتريسبس. وبالنسبه للناس اللي باغا تحصل على ضخامه كبيره 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 تحاول دير السوبر سيت. هاد السوبر سيت الخوت راه بروغرام خطير ومزيان العضلات كاملين في الجسم. حاول تبقى تكومبيني ما بين سيريا وسيريا وعاد تريكوبيري. هاد البروغرام ديال السوبر سيت راه مزيان كيف ما قلت لكم. 2 صدر، 3 ظهر، الاربع بيسبس وتريسبس، الخميس كتاف، والجمعه رجلين. هذا بروغرام ديال 5 السيمانات. دابا غادي نهضروا مع البنات. كاين البنات اللي تيبغيو يبازيو غير على النص السفلي ديالهم. شنو غادي ديروا؟ لا عندكم 4 ديال الحصص في السيمانه غتحاولوا ديروا سكواد وبلا ومنطقه فلوكور الفوق مثلا بحال صدر. الحصه التاليه غادي ديروا ماشي سكواد، غادي ديروا فيسيي مثلا ودورسو. والحصه الثالثه غادي تحاولوا ترجعوا سكواد مثلا والكتاف. والحصه الرابعه غادي تحاولوا ديروا سكواد وشي ميسكل مثلا بحال البرا ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن في هادشي كامل لا بالنسبه للبروغرام لا ديال الدراري ولا ديال البنات، حاولوا الخوت ما امكن انكم من تسالوا الحصه ديالكم اولا من تسالوا البروغرام ديالكم واحد 5 دقائق حتى ل 6 دقائق تمشيو تخدموا فيها لي زابدو. دونك غتاخذوا واحد التمرين لانكم تبقاو تداوموه وتخدموا به واحد 20 ريبيتيسيون بحال هكا باش ان ديما لي زابدو هكا باش انكم غادي تهناو من الكرش وما غاديش تبقى عندكم ديك الكرش مدليه ولا الكرش من تحت بالنسبه للناس اللي كتعاني. لحقاش علاش نتوما ما كتكونوش كتخدموا لي زابدو دونك علاه تيبقى يخرج لكم دوك الجناب وكتبقى يخرجوا لكم الكرش. دابا ان شاء الله حنا سالينا بروغرام ديال لونطريمون، واللي باقي شي حاجه تالفه ليه ولا شرحته ما فهمهاش يهبط عندي دابا لي كومونتير ويقول لي هادي باش نحاول نشرحها ليه بالمبسط، اولا يدوز عندي الانستغرام ديالي اللي هو عماد حسناوي ويسولني ولا يسولني على هادشي اللي دابا كنت كنهضر عليه وما فهموش ونعاود نشرح ليه ماشي مشكل. دابا ان شاء الله غادي نحاولوا ندوزو نشرح لكم بالنسبه للبرنامج ديال التغذيه. نتفق في الصباح مثلا مع 8 حاولوا الخوت ديما تدخلوا نسبه ديال البروتين في الوجبات ديالكم. راه الفطور راه وجبه اساسيه. لحقاش علاش انت ناعس من 8 حتى 9 د الساعات ناعسهم. دونك كي كتفيق تفيق معك الجسم كامل. دونك تدخل في واحد المرحله لازم انت الهضم العضلي الا ما دخلتيش ليه نسبه ديال البروتين. الا شربتي غير عصير تيقول لي الناس انا كنشرب غير عصير. العصير الخضره ما غادي يدير لكم حتى شي حاجه. العصير ما فيهش نسبه ديال البروتين. الا شديتي عصير وبنانه وتفاحه وعصرتيهم وفطرتي هذاك راه ماشي ما فيش نسبه ديال البروتين بالنسبه لداكشي اللي تستافد منه لوكور. اوكي انا عارف عصير مزيان بحال جريتي لا درتي شي حاجه غتشرب عصير، ولكن انت ناعس انت كانسان رياضي العضله ديالك خاصها نسبه ديال البروتين. دونك الخوت حاولوا تدخلوا البيض في الصباح ماكسيموم 4 ديال البيضات. بالنسبه للناس اللي بادين دقه كيجيهم البيض قاصح 3 4. الناس اللي كتريني وما عندهاش المشكله الخوت 5 6 البيضات ما يحيدهمش لكم الطبيب، وشي بنانه وكاس الحليب وزيد ولا كاين شي زيت ولا شي خبز. ها هي الوجبه كامله. ما بين الفطور والغداء الخوت حاولوا تدخلوا شي دانون مسوس اولا شي تفاحه. الغداء كذلك على الاقل 100 غرام حتى 150 غرام ديال صدر دجاج اولا لا داند اولا بات ديال الطون والرز اولا لي بات. ها هي وجبه ثالثه. بالنسبه ما بين الغداء والعشيه كذلك حاولوا الخوت دخلوا شي بنانه اولا مكسرات. بحالاش مكسرات؟ بحال مثلا قرقاع زبيب تمر اللوز بحال هادشي. اوكي حتى العشيه كذلك شنو غادي تدخلوا شي وجبه خفيفه اللي بحال مثلا الجبان اولا الرايب ودوزو حتى الوجبه ديال الليل. بالنسبه للناس اللي كتكون كتريني بالليل انا غنشرح لكم واحد النقطه. بالنسبه للناس اللي كتكون تتريني بنوسط النهار بالنسبه للوجبه ديال الليل غتحاولوا تدخلوا غير شلاضه شي حاجه خفيفه بحال هكا. بالنسبه للناس اللي كتكون كتريني من 5 6 7 ديك الوجبه ديال مورا لاصال غتحاولوا تدخلوا فيها البروتين بزاف والكارب بزاف ديال الحوايج. لحقاش هذيك هي الوقيته اللي نتوما تترينوا فيها. دونك مورا الحصه تيخصكم تدخلوا نسب كثيره ديال البروتين وديال الكارب. اما الناس اللي كتريني بالنهار بالعشيات من 6 7 ل 8 غتحاولوا تنقصوا ديك الماكله وتحاولوا تركزوا على شلاضه شي حاجه بحال هكا خفيفه. المهم نتمنى انكم تكونوا فهمتوا دابا البروغرام ديال التغذيه وكيفاش انكم تنظموه.
واحد القضيه بالنسبه للناس اللي تيلقاو مشكل انهم تيقول لك انا مثلا ترينيت ومشيت وما قدرتش ناكل. حاولوا الخوت، ما كاينش حاجه سميتها ما قدرتش ناكل. بزز على راسك، راك ترينيتي، راك درتي واحد المجهود. منين تمشي حاول تاكل وجبه اللي انك غادي تستافد منها. وكيف ما شرحت لكم في واحد الفيديو بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الامكانيات، ما يمكنش لا تشري بروتين، اولا ما يمكنش لا تشري واحد الكميه ديال الماكله وتبقى حاطاها في النهار. كيف ما شرحت لكم وجبه رخيصه هي انكم غتشريو مثلا واحد الكميه وتقسموها. شريتي 10 دراهم قسمها على جوج، اليوم 5 وغدا 5 مع شويه الرز والمسائل ديالكم. وهكا غادي تكونوا ان شاء الله مشيتوا بواحد البروغرام اللي زوين وغادي تطلعوا الفورمه. ولكن قبل من هادشي كامل هو ان يكون عندكم العقل وترينوا بعقلكم وتمشيو بواحد البروغرام ونظام زويون باش انكم توصلوا. لحقاش الا درتي شي حاجه قدامك راك غادي توصل ليها، اكيد 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 راك غادي توصل ليها. لا ما وصلتيش ليها اليوم غتوصل ليها غدا، مع الاستمراريه. لحقاش الخوت هاد الرياضه دي شنو كتبغي الاستمراريه والعزيمه والاراده. الا عندك هاد الحوايج غتوصل لواحد المستوى اللي ما عمرك فكرتي فيه او لا شفتيه في راسك. لحقاش علاش الا بغيتي ديك الرياضه وعطيتي فيها وصبرتي ان شاء الله راك غادي توصل لواحد المستوى اللي هو زويون وبلا ما نناقشوا هذا الموضوع هذا. المهم الخوت، بغيت نقول لكم تنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا واستفدتوا منه مزيان 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 بالنسبه للبروغرام ديال الماكله وديال لونطريمون. وكيف ديما الخوت فيديو الا شديتيه وجبتي ستيلو ورقه وقيتي هادشي اللي قلت لك من الاول حتى الاخر، كون اكيد ما عمرك غادي تلقى شي مشكل لا بالنسبه للبروغرام ديال الماكله لا بالنسبه للبروغرام ديال لونطريمون. يلا الخوت تهلاو ليا في راسكم بزاف 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 كيف ديما. تشاو حتى شي فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.